يا أهلا وسهلا، كيفكم حبيباتي؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. صرت لكم هالمقطع من فترة ودوبي أفضل إني أنزل عليه الصوت. حبيت أوريكم في المقطع قديش التجهيزات تستغرق يعني جزء طويل من اليوم قبل الحجز الخارجي، سواء تنظيف الفراش، تجهيز الفراش، اختيار عدد الفراش إذا كان عدد أكثر من وحدة، لأنك تحتاجين تغيرين أكثر من فرشة كل كاستمر. بالنسبة للماتيريالز، المواد، كل فترة تتغير الستايلات، تتغير طلبات الزباين، فكل فترة لها مواد معينة، لها تجهيزات معينة، خصوصا حتى درجات الفونديشن، الإضافات، صار الميك اب قوي أكثر. يعني حتى ألوان الشدو صارت تختلف، صار اختيارات الشدو جدا بسيطة، صار التركيز جدا على الديوي لوك، على قصات الرموش، رموش الشعرات، يعني جدا الستايل مختلف. فصار تجهيز الميك اب ياخد وقت أحيانا عشان تركزين في الستايلات اللي راح تقدمينها للكاستمر. فكان تجهيز شنط الميك اب كل فترة يختلف، كل فترة يتغير، المواد اللي ناخدها كل فترة تتغير، كل فترة تضاف مواد جديدة. يعني تقريبا حبيت أعطيكم فكرة عن فترة لتجهيزات هالفترة. وأحب أشكر كل كاستمر اختارتني، وكل زبونة اختارت إني أكون موجودة في أفضل أيام عمرها. وبس، شكرا. المقطع دقيقتين، لكن بالحقيقة استغرق وقت أطول للتصوير.